السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حرام اللي عملته تونس. أنا زعلت على تونس صراحة. يعني تونس ضيعت فوز سهل 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 جدا، وصعود للدور الثاني كان مستريح. تفوز على استراليا بأربع نقط، مية مية خلاص. حتى لو تهزمت من فرنسا أنت صعد أنت وفرنسا. ليه حرام؟ يعني ما كانش فيه دقيقة، ما كانش فيه أي حماس. أي آخر 10 دقائق بس، إيه الفائدة؟ عندهم حارس يعني ممتاز استرالي. لكن لو لعب، والله لو لعب بعلي معلول أفضل من علي معلول والجزيري، أحسن من اللي كان لاعب بيهم دول المساكني والتاني. صح المساكني عمل كم كورة على لكن مش اللي هو. يعني لو لاعب الجزيري وعلي معلول كان أحسن في الناحية الشمال من اللي كان نازل دي. يعني حرام والله انها ما تصعدش تونس. يعني حرام انه مباراه زي كذي وفرصه زي كده مش هتتكرر في كاس العالم تاني. ده لو صعدت كاس العالم المره الجايه مش هتكرر مجموعه زي كده. انت تعادلت المباراه اللي فاتت مع الاكوادور، وفوزك النهارده ديتي كان خلاص، كان صعدت باذن الله. يعني حتى لو اتهزمت من فرنسي، لو اتهزمت المباراه اللي جايه من فرنسي انت صاعد. ضيعت منك الفرصه. يلا نستنى، يعني نسأل الله انه ربنا يكرمكم ان شاء الله مع فرنسا وتعملوها زي ما عملتها السعودية مع الارجنتين، وان شاء الله تفوزوا. تمنياتنا للسعودية بعد شوية تلعب، وتمنياتنا للمغرب برضو بالفوز، وقطر خلاص قطر يعني حتى فوز معنوي حتى. لكن يلا نتابع ان شاء الله السعودية ونشوف. السلام عليكم.